وهنا أيضا حزن الأمير تميم بن حمد على ضياع ركلة الجزاء التي لم تسجل للسعودية من خلال مجريات شوط المباراة الأول. إن شاء الله يا أبو حمد يعوضونك السعودية بإذن الله تعالى في الجولة القادمة أمام المكسيك، عندما يعلن بإذن الله تعالى من قطر فوز السعودية على المكسيك والتأهل لدور ال16 إن شاء الله تعالى في المباراة القادمة. محمد. والجميع حزين طبعا على النتيجة، إنما فخور بنفس الوقت بالأداء. ما تقدرش تلوم أي حد من لاعبي المنتخب السعودي، ما فيش حد بخل، الجميع بذل مجهود كبير. الفريق صنع 6-7 فرص، ضيع ضربة جزاء، هو المسيطر، هو المستحوذ. فأعتقد إن أنا زي ما قلت قبل المباراة طارق، إن المنتخب البولندي ينتظر أخطائك، ينتظر أخطائك. النهارده الأخطاء كانت موجودة على بعض الفترات من المباراة، استغلها طبعا. عندهم لاعبين مميزين، عنده ليفا من أحسن المهاجمين في العالم، انما اعتقد شكل الفريق واداء الفريق اداء كبير جدا جدا جدا. وهي دي سيناريوهات كرة القدم، تضيع فرص، يجي فرصة للمنافس يترجمها، تعاقب تترجمها الاهداف. انما اعتقد ان المباراة في المكسيك تبدا تحضيرها من الان. هيرفي رينار انا شايفه هو خارج من الملعب بيحضر للمباراة الثالثة. افصل بقى اللعيبه عن الاعلام، ما تدخلش حد، وركز وخلي الفريق زي ما هو ماشي. الفريق محتاج مزيد من التركيز، مزيد من المساندة، إبعاد الضغوط. نعم. الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الأرجنتين، وبرضه مباراة كبيرة رغم الخسارة قدام بولندا. المكسيك أفضل من بولندا، إنما عندك أدواتك المميزة زي ما لعبت النهاردة، تقلل من أخطائك، تستغل فرصة. النهاردة معانا 2 مهاجمين موجودين، لو واحد اللي جنب ده موجود النهاردة في الملعب كانت السعودية أحرزت أهداف. كابتن ياسر، لأنها فعلا ينقصها المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف. مش معقوله المنتخب السعودي يخلق 6-7 فرص وما نجيبش جول في الاخر. واستحواذ في شوط المباراه الاول 59%، يعني كنت مسيطر انت. واستحواذ كبير صحيح. انا قلت بين الشوطين تيكي تاكا، كره قصيره، كره تستمتع بيها، مثلثات ومربعات واختراقات من العمق واختراقات من الاطراف. فشكل الفريق شكل فعال وايجابي. اتمنى مزيد من المسانده، ابعاد الاعلام، مزيد من التركيز. الامل ما زال موجود. صحيح. الامل ما زال موجود. ما شاء الله تبارك الله. دعونا نذهب متابعينا الكرام هذه المرة خارج أسوار المدينة التعليمية، استاد المدينة التعليمية، حيث الزميل حمد نواف والذي سيرصد لنا أيضا بعض التفاصيل الخاصة مع الجماهير الحاضرة في هذه المواجهة. نعم، مرحبا. بعد خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، خسارة غير مستحقة، يعني دعونا نستمع الآن لآراء الجماهير. ربما المنتخب السعودي اليوم استبسل بالهجوم وهذا، ولكن لم يحالفه الحظ. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قدمنا مباراة طيبة يعني في المجمل، لكن أحيانا تكون الكورة أو التوفيق ما يكون معك. يعني ضربة جزاء تضيع، اللاعبين سووا اللي عليهم، لكن ما فيها توفيق للمباراة. يعني وصلنا للجول أكثر من مرة، لكن التوفيق ما كان موجود. خطأ من لاعب من أحسن لاعبين المباراة اللي هو عبد الله، ما كانت مكتوبة لنا المباراة، لكن إن شاء الله نعوض مباراة المكسيك إن شاء الله. رأيك بالأداء اليوم؟ الحمد لله سوينا أداء مشرف، والوعد إن شاء الله المباريات الجاية. باقي لنا مباراة أمام المكسيك وإن شاء الله فالنا التوفيق. لا زالت هناك فرصة أمام المنتخب المكسيكي. إن شاء الله نجيبها في المكسيك، إن شاء الله بنجيبها يعني راح نتأهل. هل إن شاء الله هل تتوقع يعني يكون حضور الجماهيري كبير في المباراة القادمة؟ بإذن الله نثق في لاعبين كبار وقدموا اللي عليهم، لكن الحظ ما كان معانا. بولندا جاتهم هجمتين سجلوها، اللعب كان صالح السعودية 90% من المباراة. رأيك بالأداء؟
الحمد لله ما قصروا الشباب، لاعبين على باب واحد طول المباراة. إن شاء الله عوض إن شاء الله في المكسيك يمديهم الشباب عليها إن شاء الله. ودك تقول شيء؟ ما قصروا إن شاء الله. مباراة المكسيك تأهل. إن شاء الله يبذل جهد أكبر وينتصروا على المكسيك بإذن الله. إذا يعني كل الآمال الآن تنتقل لمباراة المكسيك. تتوقع يكون الحضور الجماهيري هذا موجود بالمباراة الجاية؟ بإذن الله المباراة الجاية فوز بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يطول بعمرك. ها قول. بيكون أكثر الجمهور وإن شاء الله نعوضها في مباراة المكسيك. الشباب اليوم قدموا والله ما كتب يعني. تبي تقول شيء أنت؟ تعال قول. لا بإذن الله فوز إن شاء الله مباراة المكسيك، والمستوى اليوم مشرف لكن ما خدمنا الحظ. صحيح. أخطاء بسيطة خلت بولندا يسجلون، لكن بإذن الله مباراة المكسيك من بيض الوجه إن شاء الله وفوز إن شاء الله. إن شاء الله. إذا هكذا هي ردود الأفعال من خارج استاد المدينة التعليمية. الكل الآن يتطلع والأنظار تصب إلى المباراة القادمة التي ستكون أمام المنتخب المكسيكي. عودة إليكم. شكرا حمد، شكرا على هذه اللقاءات المميزة مع الجماهير الرياضية، ويا رب إن شاء الله يسمع من كلامهم وأن تكون روح التفاؤل موجودة عند الجماهير الرياضية السعودية والمحبة أيضا للأخضر السعودي لتفوق إن شاء الله في مباراة المكسيك القادمة. لا يوجد صعب في كرة القدم بالتأكيد، احنا عشنا يعني مباراتين من أميز وأجمل المباريات